السلام عليكم ورحمة الله. زي ما قلت لكم كده الفيديو اللي فات كلمتكم على انواع القماش وتستخدم في ايه، الافضل ايه في الانتريه والركن والسفر والكلام دوت والسراير، ظهر السراير والكلام ده. دلوقتي هنتكلموا على الخامة بتاعة السفنج. طبعا انا على طول اكلمكم الكثافة 45، الكثافة 45. وفي بعض ناس ياما بيتكلموا بيقولوا اللي مش موجودة، لا هي موجودة ماشي، لكن بتبقى موجودة في الأماكن اللي هي فيها سحب في الخامات دي. بحكم ما احنا مثلا في اسكندرية مدينة سياحية، فبيبقى فيها شغل عالي شوية. في ناس بتيجي من بره، من القاهرة من محافظات ياما بياخدوا من اسكندرية. نرجعوا بقى لخامات السفنج. خامات السفنج في كثافة 48 وفي 45 وفي 40، وفي بيبقى بينزل بس قليل، بيبقى كثافة 42 43 الحاجات دي، بس بتنزل نادرة يعني. اما انا الاغلب بيبقى ال 48 ال 45 ال 40. اقل حاجة حد يعمل الانتريه بتاعه يبقى كثافة 40، اقل من كده بيبقى تعبان. طبعا الكثافه ديت تعتبر اللي هي السفنج مضغوط. يعني انا لما اروح اقول له انا عايز سفنج كثافه 40، كثافه 40 بيبقى معروف اللي هو المتداول في السوق، اللي هو السفنج المضغوط اللي هو بيبقى ناشف. طبعا هو بيبقى ناشف في الكثافه لغايه الكثافه 40، بيبقى ناشف جدا. اما انا لو هنعلى كمان خمسة يبقى 45، في خمسة اهوت ما بين ال 40 وال 45. الخمسة دولت بيدوني زي سفنجة طرية شوية ماشي، بس بعافية 45. طبعا مش معنى ان هي طرية يبقى ضعيفة، لا. فده الفرق ما بين السفنجة الغنية والسفنجة اللي هي أقل. ال 40 بيبقى فيها نشوفية شوية. لو هنيجي ننزل على اللي هو الكثافة 33 و35 و30 و38 والتلاتينات عامة يعني. وفي بيشتغل في الحاجة وعشرين 28 والكلام ده ماشي. فكل ما هننزل وهتبص هتلاقيها أنشف من العالية. طب ازاي ديت جامدة ومثلا 45 طرية؟ العميل اللي هيجي مش فاهم حاجة، لا دي أجمد يبقى ناخد ديت ضعيفة طرية. لا طبعا الناشفة ديت بيبقى بيدخلوا لها زي بودرة، بتبقى محجرة ماشي. انا عامل فيديوهات للحاجة ديت وموريكم تعرفوا الفرق ازاي. طبعا هي باختصار، انت لو هتيجي تتكة كده على السفنجة وتسيبها على ايدك دقيقة او دقيقتين، هتبص هتلاقي صوابعك علمت فيها وبتيجي بتطلع بالعافية. فدي تعرف ان السفنجة ديت تعبانة. اما السفنج النضيف اللي انا بشتغل بيه، امسكه كده طول النهار ماشي وسيبه هيرجع زي ما هو. ده دليل ان في خامة بترد معاك وفي مواد نضيفة فيها وغالية، فعشان كده بتبقى خامات ديت نادرة وغالية في السعر. ده بالنسبة للكثافة 48 وال 45. وأقل حاجة تجيبها اللي هي 40. طبعا في نوعين في السوق، نوعين سفنج في السوق اللي هو احنا بنشتغلوا عليه. في ناس بتحب الحاجة الطرية جدا ماشي، اللي هي الهايبر اللي بيتقال عليها سوبر سوفت. الهايبر دوت بيبقى اعلى حاجة ال 45، اعلى من ال 45 المومري ماشي. فاصبح دلوقتي في سفنج طري جدا ماشي، ده اللي بيتقعد عليه. في ناس بتحب الحاجة الطرية جدا، هي دي السفنجة اللي هي بيتقال عليها هايبر او سوبر سوفت ماشي، او سوفت عامة يعني. بس سوبر سوفت عشان خاطر ايه، مبالغ في الطريان بتاعه. فطبعا السفنج مش لوحده بيبقى عليه العامل الطراوة، لا القاعدة ذات نفسها، سواء سوسة تحت اللي هو الزجزاج او الاستيك ماشي. فدوت بيبقى فيه عوامل تحت هي اللي بتهيأ الطريان ده كله، بحيث اللي يجي يقعد بيبقى مرتاح. طبعا الحاجة الطرية ديت لو حد عنده مشاكل في الظهر في الكلام دوت، فطبعا بالنسبة له الهايبر او السفنج السفل ده افضل حاجة ليه.
اما بالنسبه للي هو المضغوط، للناس اللي هي عادي بالنسبه لها تقعد على حاجه ناشفه، عايزه تقعد حاجه ما تنزلش بيها، بتتعب من الحاجه اللي بتنزل على طول، الحاجات دي عندها اطفال وهرس والكلام دوت، فدي بيحبوا الحاجه ديت بالنسبه لهم عادي ما فيش مشاكل. فدولت في ناس بتحب الحاجه الناشفه وفي ناس بتحب الحاجة الطرية، فدي بترجع للأذواق. طب هل الطرية دي ضعيفة عن الناشفة؟ لا، دي نفس قوة دي، هي قوة دي، يعني 45 زي 45 المضغوطة، الهايبر زي اللي هي الناشفة. لكن الفرق اللي دي ناشفة ودي طرية، لكن الجودة أو العمر يعتبروا الاتنين واحد. ده بالنسبة للسفنج بتاع الركن. ده الكثافات اللي قلت لكم عليها، وطبعا كلمتكم على ال 45 والأنتريات والركن والكلام دوت. سلام.